ملخص الشوط الثاني ما بين الاهلي والمصري. النادي الاهلي بياخد فاول قريب من 18 وسام عاشور بيشوطها كانه بيشوط بلن، بيحطها هدف ولا اروع ولا اجمل. ويجي بعد منه امام عاشور يعمل بلن ويشوطها بطريقه احترافيه، ويتقدم النادي الاهلي 4-1 على المصري عشان ينهي المباراة. فخر الدين بن يوسف في نفس التخفيلة هي ويجيب هدف في الشناوي بنفس التخفيلة هي. بس كلمة الحق تتقال، الشناوي النهاردة شال 4 كور أهداف محققين. ما تعرفش الشناوي ساعات بيشيل الكور الصعبة والسهلة تيجي معاه جوان بطريقة انت تستغرب لها. كده الأهلي بتتصدر جدول الدوري ب49 نقطة، وبيليه بيراميدز ب47 نقطة. النادي الأهلي اتحول مع الكابتن عماد النحاس، عماد القشاش اتحول 180 درجة. وسؤال حلقة اليوم: هل فعلا النادي الأهلي محتاج لمدرب أجنبي ولا هي عقدة الخواجة؟ من وجهة نظري المتواضعة ندي فرصة للكابتن عماد النحاس يستمر. الراجل ده عامل اللي عليه وزيادة.